بصي بقى، احنا بقينا من امتى لما حد ينزل كونتنت هو ولا عيب ولا حرام نشتمه ونهزقه وايه القرف ده احنا مالنا هو احنا بجد مالنا؟ هو انا مالي مين انفلونسر نزلت فيديو بتعمل انبوكسنج لعربيه جوزها جابها لها، ولا بيت هي بتعمله، ولا هي بتوري البراندز اللي عندها؟ احنا مالنا؟ يعني احنا شغلانتنا في الحياه ان احنا بنفتح سوشيال ميديا بنقلب الحاجه اللي بتعجبنا، بنعمل عليها لايك وبنعمل فولو للشخص. حاجه ما عجبتناش ما بنعملش فولو للشخص وبنقلب خلاص بنكمل. بس بقينا من امتى عندنا الجراءه والبجاحه ان احنا نخش عند الشخص نقعد نشتمه وارحمينا بقى يا شيخ؟ احنا ترحمكم ايه؟ هي انتوا مالكوا؟ يعني هي ما جاتش خبطت على بيت كل حد فيكم وورت الفيديو ده يلا خشوا بسرعه واعملوا لي فولو ولا اعملوا لي لايك؟ بجد انا مش قادره اصدق والله العظيم. الناس واحده بقى عصبتني جدا، عامله فيديو انا ما اعرفش بصراحه هي معروفه ولا لا، بس بتقول ايه بقى؟ يا جماعه، هي برضو بتتكلم على نفس الانفلونسر اللي انتوا بتتكلموا عليها. واللي مضايقني بجد ان الانفلونسر دي مضايقه ناس كتير جدا. لو يا جماعه انتوا بجد مالكم؟ هي حره تعمل اللي هي تعمله، يعني انا مش فاهمه. المهم، وبحس ان الناس اللي بتقعد تكتب لها كومنتس وحشه وانت محدثه وانت مش عارفه ايه، دول الناس اصلا نفسيتهم مش كويسه. يعني انا لو عندي كلمه حلوه اقولها، اقول ما شاء الله الله اكبر اي حاجه، ما عنديش اسكت، فلتقل خيرا او لتصمت. المهم، البنت دي بقى طلع واحده انا ما اعرفش هي مين، طلع بتقول ايه؟ كونسبت الانبوكسنج فيديوز ده كونسبت ناس احداث قوي، المحدثين قوي بيعملوا كده. بجد انا بكره الكونسبت نوعيه الفيديوهات دي. ويعني في ناس كتير قوي لما بتتفرج على فيديوز الانبوكسنج دي تحس نفسها قليله ومش عندها حاجات تشتريها زي الانفلونسرز والكلام ده. طب انا عايزه اقول لك حاجه، عشان بس يعني ما بحبش الناس تتكلم كده وخلاص والنبي. دلوقتي لو انت تعرفي ان الانفلونسرز بقوا كتير جدا وبقت دي شغلانتهم مصدر رزقهم، فهي الانفلونسر اللي بتيجي تعملك انبوكسنج مش بترخم عليكي ولا بتضايقك ولا بتطلع لك لسانها ولا بتغيظك، هو ده شغلها. هي لازم تعمل انبوكسنج، لازم توري الناس الحاجات اللي هي جات لها او اشتريتها وايا كان، حتى لو الحاجات اللي هي جابتها دي بفلوسها هي، فهي ده بتعمل لنفسها كونتنت عشان تتعرف وتتشهر، فيبدا البراندز تتعامل معاها. بجد يا جماعه مش عاجبنا الفيديوهات بتاعت الناس، نعمل لهم بلوك عشان ما يطلعولناش تاني، بس ما نقعدش نكتب لهم كومنتس وحشه نقعد نتكلم عليهم. الكومنتس بتاعت البنت اللي انتوا بتتكلموا عليها والعربيه والكلام ده، انا مش مصدقه الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها. يعني انتوا ايه ده؟ يعني ايه اكتب لواحده انت محدثه قوي، انت غنيه قوي بجد، انت طب ما تسيبوها في حالها، ربنا يرزقها ويرزقكم انتوا كمان ان شاء الله. مليون مرة هنقول انتوا الناس اللي على السوشيال ميديا بيوروا جزء من حياتهم البقية، يعني بقية حياتهم كلها انتوا متعرفوش عنها حاجة. هي ممكن تبقى بتوريكوا الجزء الحلو من حياتها، الله اعلم بقية حياتها عاملة ازاي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هي بتصورها وانتوا بتقعدوا تكتبوا لها محدثة وايه ده وانت غنية قوي، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بتطلعها من حاجة وحشة هي فيها، الله اعلم. ما تعرفوش الناس بتمر بايه، ما تعرفوش الناس عايشة ازاي. مش معايا الناس معاها الحمد لله ربنا كريمه بعربيات ببيوت بالكلام ده، ان هي خلاص ما عندهاش مشاكل في الدنيا. لا يا جماعه، ما فيش حد حياته بيرفكت، فنسيب الناس تستمتع، نسيب كل واحد ينزل كونتنت اللي هو عايزه من غير ما نقعد ننظر، من غير ما نقعد نكتب للناس انت محدثه، انت غنيه، ما كفايه بقى، ما كفايه ارحمينا. مش هيعجبكم حد اعملوا له بلوك بس، فول ستوب بجد.